ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده مش بيتكلم عن الهدوم ولا عن الميك اب زي كل مره. الفيديو النهارده بيتكلم عن فكره ابلكيشن صايعه. لو انت بتحبي باباكي ومامتك يبقى انت لازم تشوفي الفيديو ده. وللناس اللي اول مره تشوفني، انا عليا بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضمي لشلتنا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ويلا بينا نبتدي. طيب الموضوع ابتدى ازاي؟ من فترة، يعني من حوالي شهر وكده. الناس اللي هي قريبة مني جدا عارفين قصة مرض والدي، وان هو دخل يعني في غيبوبة سكر. وهو يعني كان almost يعني بعد الشهر عليه يعني بس كان almost يعني هيموت. انا بصراحة يعني في الفترة دي يمكن الدنيا كانت اسودت في عيني. انا طبعا مش عايزة اعيط، يعني انا مش هعيط يمكن الفترة دي كنت يعني بصحى اعيط. كنت لما يعني كنت اصلي، فكنت بدعي ربنا في الصلاة، ويعني كنت ببكي في الصلاة ان ربنا يحفظه وان هو يقوم من القصة دي على خير. كان يعني مرحلة سودة في حياتي. في اللحظة دي اللي هي بتدركي فيها انه الحياة ليها وش تاني وحش قوي بجد. المهم دكتور الطوارئ قال لنا لازم يومين تقيسوا ضغط وسكر ضروري مرتين في اليوم وتشوفوا ده واطي ولا قليل. الفترة دي صاحبتي الجميلة بولين هي بتشتغل في الابليكيشن ده اسمه سيركل كير. قالت لي طب الابلكيشن ده حلو قوي عاليه، ده للناس لو انت مثلا باباكي او مامتك عندها السكر او الضغط، ده حلو جدا، ده بيساعدك انك تبقي تتراكي الحاجات دي، وكمان ده فيه فيتشرز تانية وقعدت تحكي لي وكده. تو بي اونست انا بقيت انترستد جدا ان انا انزل الابلكيشن، فنزلت الابلكيشن والمفاجاه ان هو فعلا طلع حلو قوي قوي، يعني مش مجرد كمان ابلكيشن طبي، لقيت ان في حاجات فيتشرز حلوه جدا. المهم الحمد لله انا مثلا كان اللي هو اللي بيجي من الصيدليه بيقيس لبابا وكده، فبابا كان بيساله طب هو السكر كده قليل او الضغط كده قليل ولا كتير، فيقول له لا انا كده مش عارف. فانا كنت بدخل الارقام دي، يعني انا الابلكيشن ده بيخليكي تدخلي كل يوم او يعني حسب الوقت اللي انت عايزاه، ويعمل لك كده دايجرام يقارن لك تدخلي رقم يقول عامل لك مثلا اخضر ده يعني نورمال خلاص تمام، احمر لا ده كده مثلا هاي. بصراحه انا انبهرت بالابلكيشن ده ولقيت ان هو مش مجرد ابلكيشن طبي بس، ده حاجات كتير قوي في بعض، بس هو مينلي فعلا للعيله. يعني مبدئيا انت اول ما بتنزلي ابلكيشن بيسالك انت عايزه تعملي الابلكيشن بلغه ايه، ممكن تختاري انجلش او عربي. اول حاجه بجد بجد اعتقد ان دي اهم حاجه في الابلكيشن دي، ان هي انت بتدخلي فيها قياس السكر والضغط بتاع والدك او والدتك او كده. في التاب دي برضو لو انت عايزه تعملي اللي هو بتجري او بتمشي بيقولك بقى القياس مشيتي قد ايه النهارده او كده، فممكن لو عايزه تعملي مثلا يعني كومبيتيشن ما بينك وبين قرايبك يجيب الريكورد بتاع كل واحد فيكم، وبيحسب لك تقريبا عدد الكالوريز اللي انت حرقتيها، وكمان بيديكي بادجز مثلا لو استمريتي على المشي لمده مثلا اسبوع زي الاليفنت بادج ده. تاني اللي هي برضو مهمه جدا في الابلكيشن ده ان انت تعملي شكل بوكس كده بتاع الدواء، وتقولي مثلا الادويه بتاعت والدي هيبقى بالليل دواء كذا، وانت ممكن اصلا تصوري صوره الدواء وترفعيها وتكتبي الجرعه دي هتبقى مثلا الصبح مثلا ودي بالليل، وتقدري هو بقى بيبعت لك ريمايندر يقول لك ده معاك دواء والدك مثلا. للناس اللي هي متجوزه زيي ومش عايشه مع باباها ومامتها ممكن في فيتشر حلو قوي ان انت تقدري تشيري البوكس ده مع اختك مثلا او مع اي حد في البيت، ان هو يبعت لك انت ريمايندر ويبعت لحد تاني برضه ريمايندر على ميعاد الدواء. لو انت مخطوبه مثلا وخطيبك تعبان او كده تقدري ان انت تشيري البوكس ده، تقدري تشيريه مع انت واخت خطيبك. عجبني فيه فكره انه هي الابلكيشن للعيله، للناس اللي هي يعني مهمه في حياتنا. في تاب تانية اسمها واتساب، ودي يبقى نيوز فيد. يعني انا بحس ان هو عامل زي فيسبوك مصغر، بس الفرق ان الفيسبوك بحس ان هو للصحاب اكتر. يعني كم واحد مثلا حاطط قرايبه على الليميتد بروفايل؟ اكيد كتير، يعني من حواش لا اكيد في كتير حاطين قرايبه على الليميتد بروفايل. وبحس ان اللينكد ان ده للزمايل اللي في الشغل بس. السيركل كير ابلكيشن ده بحس ان هو ابلكيشن لا للعيله، يعني ان هو كلنا نبقى بنفكر بعض بادويه بعض. اوقات كتير قوي بلاقي ناس بتكتب على الفيسبوك مثلا حمات اخت جوزي تعبانه يا جماعه ادعوا لها،
بتبقى في مستشفى كذا. بحس ان دي حاجه يعني عيله اكتر ان هي تتشير على الفيسبوك او كده. لكن بكل بساطه انت ممكن اصلا على الابلكيشن، يا جماعه دي خالته تعبانه وكده، ممكن هي بتبقى ستيتس بيظهر في النيوز فيد عند الناس، يعني قرايبك اللي منزلين الابلكيشن بيبان يا جماعه مثلا خالته تعبانه النهارده، يبقوا يسالوا عليها. وفي تاب اسمها ماي وول، وماي وول دي اللي بيبقى فيها بقى الاتشيفمنتس بتاعتك، الكير بوينتس اللي انت خدتيها والبادجز والحاجات دي. في حاجه تانية كمان جوه نفس التاب اسمها تايم لاين، ودي بتبقى عامله زي الاكونت بتاعك على الفيسبوك عادي. في حاجه تانية برده جواها اسمها الفوتوز، ودي اللي بتبقى الصور اللي انت بترفعيها لو سافرتوا في حته وتصورتوا مع بعض العيله او كده. ممكن في ناس كتير متحبش تنزل صورها على الفيسبوك، بس ممكن تقدري ترفعي صورك دي على الابلكيشن لعيلتك بس اللي يشوفوها، عشان الناس طنط مثلا تاخد صورها او كده يعني، فالموضوع بيبقى اسهل. في تابه تانية بتضيفي بقى الناس وبيقولك بقى مين الناس اللي في السيركل بتاعتك. على فكره انك انت تضيفي حد ده سهله جدا جدا اصلا. بيبقى في بتدوسي في الريفيرال وبتعملي شير وبتختاري بقى مثلا تبعتي للناس، هم هيدوسوا على اللينك وينزلوا الابلكيشن. يعني اعتقد ان هم كمان متهيالي ان الناس لما بتخلي ناس تانية كتير ينزلوا الابلكيشن وبيستخدموا كود، متهيالي مش عارفه، متهيألي بيبقى فيه نظام ريوردز للموضوع، بس انا يعني انا مش عارفاه قوي او مش متابعه القصه. اخر حاجه، يا ريت نهتم بالقصص دي جدا، علشان بعد الشر طبعا ربنا يخليكم يعني باباكم ومامتكم كده، بس بعد الشر لو حصل اي حاجه ما نحسش بالذنب انه كان في ايدينا حاجه وما عملناهاش. يعني لو والدك انت شايفه ان هو تعبان تعب خفيف، لا وديه للدكتور. حتى لو تعب خفيف لا وديه للدكتور. لو شك في حاجه لا وديه للدكتور. لو باباكي كلمك في التليفون وانتي عندك شغل، كلميه وشوفي هو عايز ايه. ياما ناس قرايبهم ماتوا كانوا زعلانين انه ده انا عمتي كانت قبل ما تموت اخر مره كلمتني على التليفون وانا ما ردتش عليها. انا شايفه الابلكيشن ده مهم جدا، اعتقد انه هيبقى سبب ان احنا نهتم اكتر. وانا بحبكم، ادعوا لوالدي كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.